السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع قناة ملذة وطاب مع رندا محمد. النهاردة بقى هنعمل وصفة تنفع في سندوتشات المدارس. كل عام وانتم بخير وبالتوفيق والنجاح، عام دراسي سعيد ان شاء الله. النهاردة هنعمل الجبنة الكريمي. زي ما انتم عارفين بتتباع في كوبايات او في علب في السوبر ماركت، غالية جدا وما بتكملش يومين 3 عندنا مع السندوتشات، فاحنا هنعملها بأقل التكاليف وبأحلى النكهات مع قناة ملذة وطاب مع رندا محمد. عشان تعملي القمر ده تابعيني في الفيديو، هقولك مكوناتها وبالطريقة الحلوة السهلة اللي هتعملي بيها أحلى جبنة كريم. عشان نعمل بقى الجبنة الكريمي القمر اللي احنا شفناها دي، لازم معانا بقى المكونات. معانا جبنة قريش وزن 250 جرام، يعني ربع كيلو، أزيد حاجة بسيطة. ومعايا نص كوباية لبن. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها هنضرب اللبن وجبنة القريش في الخلاط لغاية لما يبقى القوام كريمي. طبعا الجبنة القريش انا كسرتها فتفتها كده، وهنزل بنص كوباية اللبن. لبن لازم يبقى كامل الدسم، وما ينفعش اخرج لبن كامل الدسم كمان اكون حافظاه في الفريزر، هيبقى يديكي نتيجة مش حلوة خالص. لازم يبقى فريش كده وحلو عشان يديكي نتيجة حلوة. هنعمل ايه؟ هنحط بقى معلقتين كبار زيت على الخليط دوت، وهنضربه كويس بقى في الخلاط لغاية لما يبقى كريمي. طبعا انا كل شوية بقفل الخلاط وبقلب الخليط عشان ابقى ضامنة ان كل قطعة جبنة بقت معايا كريمي وما بقاش فيها كلاكيع خالص. كده بقى خلاص بقت ناعمة وجميلة قوي. بصوا القوام بقت كريمي، ما فيهاش اي قطعة ما دابتش ولا بقت كريمي. عندي بقى 3 معالق قشطة وش لبن. علبة قشطة هتشتريها، القشطة بقى بتنقلها في مكان تاني خالص. هنزل بقى عليها على اللي في الخلاط كده. القشطة بتاعتي دي اللي هتنقلها بقى لحتة تانية. على فكرة لو انت مش عايزة تعمليها بالجبنة القريش، هتجيبي كيلو اللبن عليه 3 معالق خل او عصرة 3 ليمونات، وهتبقي مولعة عليه. هو الجبنة هتتجبن معاكي وهيفصل الشرش بتاعها، وبعد كده هتاخدي الجبنة اللي متجبنة في اللبن كده، هتصفيها من الشرش وتعملي نفس الخطوات دي. تمام؟ طبعا هي كده جهزت وبقت حلوة جدا. في حاجة عايزة اقولها لكم، انا الجبنة القريش بتاعتي كانت مالحة شوية فما حطيتش ملح. لو انت الجبنة القريش بتاعتك عدمة او عملتي الكيلو اللبن بالطريقة اللي وصفتها، هتحطي معلقة صغيرة ملح على الخليط وهو بيتضرب في الخلاط. انا جايبه بقى العلب اللي انتوا شايفينها دي، انت ممكن تستخدمي اي علبه، هعمل الكميه اللي عندي باكثر من طعم. انت ممكن تعملي بالزعتر، ممكن تعملي بالشمر، انا النهارده بالحبه البركه. انا النهارده هعمل النكهات اللي عندنا بيحبوها وانت ممكن ولادك يحبوها. عندك بقى قطعه جبنه رومي انت مش محتاجاها او مش هتكفي الاولاد عندك، هنعمل ايه؟ هوريكي هنعمل ايه. انا معايا النهارده بسطرمه وجبنه رومي وزيتون. مش شرط خالص ان انت تعملي نفس النكهات او الطعم اللي انا هعمله دوت. عندك قطعه بسطرمه اعمليها زي كده، عندك جبنه رومي في التلاجة اعمليها برضو. ما عندكيش هيبقى بالزعتر والحبة البركة. ما عندكيش حاجة خالص وعايزاها تبقى كده، هنعبيها كده في العلب وهتبقى احلى جبنة كريمي. طبعا انتوا شايفينها ان هي ناعمة شوية او طرية شوية. هي لازم هتتشال في التلاجة، بس انا قبل ما بشيلها بنكهها.
شايفين الحلاوة والجمال. والله ما خدت مني وقت، والله ما خدت مني اي مصاريف زيادة ولا اي حاجة. شوف انت العلبة دي بتتباع في السوبر ماركت او في المحلات بكام؟ الكوباية بتتباع بكام؟ انا بثلاث قطع جبنة قريش وشوية زيت وشوية لبن عملت الحاجات الجميلة دي تفرحي بيها اولادك. دي بنكهة الزيتون، ودي بنكهة الجبنة الرومي، ودي بالبسطرمة، ودي سادة. وزي ما بقول لهم، ما عندكيش ولا بسطرمة ولا لانشون ولا اي حاجة من الحاجات دي، انت ممكن تعمليها بالحبة البركة وبالزعتر، هتديها طعم حلو وجميل، وبتقلبيه طبعا وحلو جدا. شايفين القمر؟ شايفين الحلويات؟ جميلة جميلة جميلة. بصوا الكمية قد ايه، والعلب مش شرط العلب دي، اي علب عندك يا حبيبتي. طبعا لما بتخلص لازم تحطيها في التلاجة، عشان هي دلوقتي هتقولي لي عليها دي طرية زيادة عن اللزوم. ايوه طبعا لازم تبقى كده مطرح الضرب في الخلاط. هنشيلها في التلاجة وهتبقى معاكي احلى جبنة كريمي بتوفير. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وتابعوني لسه في كتير على دخول المدارس، فيديوهات كتير قوي هتعجبكم وهتوفر فلوسكم وهتبسطوا ولادكم بأقل التكاليف وحاجة كده على قد الإيد. يلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بقى، لو الوصفة بتاعتي عجبتك ما تبقيش بخيلة عليا، اعملي شير وكومنت عشان أكبر عدد من الناس يشوفوا الفيديو ويترفع على طول. هقول لكم ايه؟ اقول لكم باي باي.